يا إخوان، تسليم وثائق جد هامة للمغرب من طرف ماكرون وفرنسا. تقريبا ما يزيد عن 2,000,000 وثيقة تثبت أن الصحراء الشرقية مغربية. هذا هو الخبر العاجل. والسبب اقتطاع الصحراء الشرقية من طرف فرنسا هي الأسباب، لأن المغرب كان المغرب يدعم جيش التحرير الجزائري، وبالتالي دوغول أهدى للجزائريين هذا الصحراء الشرقية. من بين الأسباب اللي خلى الصراع إلى وقت الراهن ما زال كان آنذاك محمد الخامس كان يدافع عن الجزائريين، ودوغول انتقاما من المغرب أهدى للجزائريين الصحراء الشرقية. هي موجودة في الأرشيف، ما يسمى باتفاقية إيفيان في الخمسينات. إلى يومنا هذا الصحراء الشرقية ما زالت عند الجزائريين، منها مدن مغنية وتلمسان وبشار وتندوف، مناطق صغرى غير معروفة. هذا هو الموضوع اليوم. وماكرون الآن جاء الزيارة سببها سبب اقتصادي دبلوماسي محض وعسكري. أبرمت تقريبا 22 اتفاقية، من بينها مشاريع التي ستقام في الصحراء المغربية من الداخلة وبوجدور والعيون والكويرة. ومن بين الاتفاقيات الأخرى وهي قطار فائق السرعة اللي غيربط مراكش مع أكادير، واللي تسنياو من بينها 3 شركات، منها فرنسية ومغربية والصينية. هادو بالنسبة لقطاع فائق السرعة. أما بالنسبة للمطارات أو بالنسبة لطرق السيار وبالنسبة لصناعة السيارات طبعا بحال رونو وستروين وما شابه. وبالنسبة لاتفاقيات أخرى اللي هي كبرى هي الأطلسي والميناء الكبير اللي غادي يتبنى في الداخلة. وأيضا كاين ما هو دبلوماسي طبعا، وما هو عسكري، من اتفاقية صناعة الغواصات وصناعة الطائرات وبيع وشراء طبعا الطيارات من نوع الرافال والغواصات طبعا المتقدمة. وهذه السياسة وهذه العلاقة غادي تعطي واحد الإشعاع، تعطي واحد الدفعة اقتصادية للبلدين طبعا. وطبعا فرنسا شافت بأن المغرب هي بوابة لإفريقيا، وكما قالوا بعض المحللين السياسيين أن فرنسا خرجت من إفريقيا وتريد العودة لإفريقيا، لكن خروجها من إفريقيا ليست كالدخول. النظرة ديال أو الأسلوب اللي غادي تعاود تخليه مثلا ماشي هو الأسلوب باش خرجت. أسلوب باش خرجت بأسلوب استحواذ استعمارية، طرق استعمارية واستحواذ على ممتلكات إفريقيا. أما الآن إفريقيا أرادت فرنسا أن تدخل عن طريق المغرب، عن طريق وساطة المغرب، بمعنى أن الأفارقة يثقون في المغرب أكثر من فرنسا، وبالتالي تريد فرنسا أن تكسب ثقتها عن طريق المغرب. لماذا؟ لأن المغرب بلد موثوق فيها إفريقيا، وبالتالي والمغرب يفرض على فرنسا أن تدخل برابح رابح، ما يسمى برابح رابح، بمعنى تعطي وتأخذ، ماشي تأخذ ولا تعطي، استثمار، هاك وراء ما فيها حضارة كما تيقولوا. إذا هادو هما الأسباب الزيارة كاملة. هادشي كامل غادي يرجع بالنفع طبعا على إفريقيا وعلى فرنسا وعلى المغرب من الطرف رقم واحد. طبعا كما تعرفوا أن حنا مقبلين على كأس العالم، كأس إفريقيا. كاين مشاريع كبرى اللي غادي دير في المغرب العملاقة، من المستشفيات، من الطرق السيار، من قطارات فائق السرعة اللي غادي تبرمج، غادي تجي واحد 18 قطار فائق السرعة، طيارات من نوع بوينغ. هادشي كامل غادي تكون واحد النهضة اقتصادية في المغرب، وأزمة البطالة غادي تنقص، والدرهم المغربي غادي ينتعش، البورصات المغربية غادي تنتعش، الديون اللي عند البنك الدولي غادي تنقص. كاين واحد ما يسمى بانتعاش اقتصادية، نهضة اقتصادية. كما عرفتوا الإخوان في إسبانيا من نهار كأس العالم 82 وهي إلى الأمام ما تراجعاتش، وبالتالي كأس العالم هو عنده واحد الإشعاع كبير عالمي واقتصادي لا يستهان به.
إذا باش تعرف الإخوان سبب الزيارة، ما هو أكبر ربح المغرب هذه الزيارة، وما يتمناه جميع المغاربة وأي مغربي هو اعتراف ماكرون بمغربية الصحراء. هذه واحد الزيارة، راكم عرفتوا علاش نقول واحد الزيارة، بمعنى أن هذه سلاسل الملف الصحراء انتهى، والذي يحلم أنه هناك نحلم يعني باش الصحراء تكون ديالو، أنه يتوهم أن انتهى من الأمم المتحدة الملف ما يسمى، والمغرب سحب الملف نهائيا من الأمم المتحدة نهائيا، والذي يتوهم ويعكس أنه يحلم. والمسألة الأخرى اللي بغيت نشير لها هي أن حان الوقت باش تعترف فرنسا بالصحراء الشرقية اللي هي مغربية في الوثائق والأدلة عند الأمم المتحدة. ظهر الحق ذاق الباطل الباطل كان زهوقا. يعني احنا الحمد لله الله سبحانه وتعالى نصرنا. علاش؟ لأن صبرنا 40 سنة، ولكن الحمد لله جاء الفرج. الآن جاء الفرج، هذا هو. احنا فرنسا بغينا نطوي مع صفحة جديدة، باش يعني نمشيو للأمام. تخيلوا معي لو الجزائر دارت يد في يد مع المغرب، غتربح اقتصاد آخر، غتولي عندها اقتصاد دوبل ديال الجزائر الثانية، تكون عندها الجزائر الثانية، تكون عندها تبادل الزيارات، تبادل الخبرات العسكرية، تبادل الفلاحة مثلا. أمر عاجل يا إخوان، تسليم وثائق جد هامة للمغرب من طرف ماكرون وفرنسا، تقريبا ما يزيد عن 2,000,000 وثيقة تثبت أن الصحراء الشرقية مغربية. هذا هو الخبر العاجل. والسبب اقتطاع الصحراء الشرقية من طرف فرنسا هي الأسباب، لأن المغرب كان يعني المغرب يدعم جيش التحرير الجزائري، وبالتالي دوغول يعني أهدى للجزائريين هذا الصحراء الشرقية. من بين الأسباب اللي خلى الصراع إلى وقت الراهن ما زال يعني كان آنذاك محمد الخامس كان يدافع عن الجزائريين، ودوغول انتقاما من المغرب أهدى للجزائريين الصحراء الشرقية. هي موجودة في الأرشيف، ما يسمى باتفاقية إيفيان في الخمسينات. إلى يومنا هذا من الصحراء الشرقية ما زالت عند الجزائريين، منها مدن مغنية وتلمسان وبشار وتندوف، ويعني مناطق صغرى يعني غير معروفة. هذا هو الموضوع اليوم. وماكرون الآن جاء الزيارة سببها سبب اقتصادي ويعني دبلوماسي محض وعسكري. أبرمت تقريبا 22 اتفاقية، من بينها مشاريع التي ستقام في الصحراء المغربية من الداخلة وبوجدور والعيون والقويرة. ومن بين الاتفاقيات الأخرى وهي قطار فائق السرعة اللي غيربط مراكش مع أكادير، واللي تسنياو بينها 3 شركات، منها فرنسية ومغربية والصينية. هادو بالنسبة للقطار فائق السرعة. أما بالنسبة للمطارات أو بالنسبة لطرق السيار وبالنسبة لصناعة السيارات، طبعا بحال رونو
والستروين وما شابه. بالنسبة لاتفاقيات أخرى اللي هي كبرى، هي يعني الأطلسي والميناء الكبير اللي غادي يتبنى في الداخلة. وأيضا كاين ما هو سياسي، ما هو دبلوماسي طبعا، وما هو عسكري من اتفاقية صناعة الغواصات وصناعة الطائرات وبيع وشراء طبعا طيارة من نوع الرافال والغواصات طبعا المتقدمة. وهاد السياسة وهاد العلاقة غادي تعطي واحد الإشعاع، تعطي واحد الدفعة اقتصادية للبلدين طبعا. وطبعا فرنسا شافت بأن المغرب هي بوابة لإفريقيا، وكما قالوا بعض المحللين السياسيين أن فرنسا خرجت من إفريقيا وتريد العودة لإفريقيا، لكن خروجها من إفريقيا ليست كالدخول. النظرة ديال أو الأسلوب اللي غادي تعاود تخليه مثلا ماشي هو الأسلوب باش خرجت. أسلوب باش خرجت بأسلوب يعني استحواذ استعمارية، طرق استعمارية واستحواذ على ممتلكات إفريقية. أما الآن إفريقيا أرادت فرنسا أن تدخل عن طريق المغرب، عن طريق وساطة المغرب، بمعنى أن الأفارقة يثقون في المغرب أكثر من فرنسا، وبالتالي تريد فرنسا أن تكسب ثقتها عن طريق المغرب. لماذا؟ لأن المغرب بلد موثوق فيها إفريقيا، وبالتالي والمغرب يفرض على فرنسا أن تدخل برابح رابح، ما يسمى برابح رابح، بمعنى أن تعطي وتأخذ، ماشي تأخذ ولا تعطي، يعني استثمار، يعني هاك وراء ما فيها حزارة كما تيقولوا. إذن هادو هما الأسباب بالزيارة كاملة. هادشي كامل غادي يرجع بالنفع طبعا على إفريقيا وعلى فرنسا وعلى المغرب من الدرجة رقم 1. طبعا كما تعرفوا بأن احنا مقبلين على كأس العالم، كأس إفريقيا. كاين مشاريع كبرى اللي غادي دار في المغرب العملاقة، من المستشفيات، من الطرق السيار، من قطارات فائق السرعة اللي غادي تبرمج، غادي تجي واحد 18 قطار فائق السرعة، طيارات من نوع بوينغ. يعني هادشي كامل يعني غادي تكون واحد النهضة اقتصادية في المغرب، وأزمة البطالة غادي تنقص، والدرهم المغربي غادي ينتعش، البورصات المغربية غادي تنتعش، يعني الديون اللي عند البنك الدولي غادي تنقص. يعني كاين واحد ما يسمى بانتعاش اقتصادية، نهضة اقتصادية. كما عرفتو الإخوان في إسبانيا من نهار نظمت كأس العالم 82 وهي إلى الأمام ما تراجعاتش، وبالتالي كأس العالم حتى هو عنده واحد إشعاع كبير عالمي واقتصادي لا يستهان به. إذا باش تعرفوا الإخوان سبب الزيارة، ما هو أكبر ربح المغرب هذه الزيارة، وما يتمناه جميع المغاربة وأي مغربي، هو اعتراف ماكرون بمغربية الصحراء. هذه واحد الزيارة، راكم عرفتوا علاش نقول واحد الزيارة، بمعنى أن هذه سنة الملف ديال الصحراء انتهى، والذي يحلم أنه هناك حلم يعني باش الصحراء تكون ديالو، انه يتوهم ان انتهى من عند الامم المتحدة ملف ما يسمى، والمغرب سحب الملف نهائيا من الامم المتحدة نهائيا. والذي يتوهم والعكس انه يحلم. والمسألة اخرى اللي بغيت نشير لها هي ان حان الوقت باش تعترف فرنسا بالصحراء الشرقية اللي
اللي هي مغربية في الوثائق والأدلة عن الأمم المتحدة. ظهر الحق، ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يعني احنا الحمد لله الله سبحانه وتعالى نصرنا. علاش؟ لأن صبرنا 40 سنة، ولكن الحمد لله جاء الفرج. الآن جاء الفرج، هذا هو. احنا فرنسا بغينا نطوي مع صفحة جديدة، نطوي صفحة جديدة باش يعني نمشيو للأمام. تخيلوا معي لو الجزائر دارت يد في يد مع المغرب، غتربح اقتصاد آخر، غتولي عندها اقتصاد دوبل ديال الجزائر الثانية، تكون عندها الجزائر الثانية، يكون عندها تبادل الزيارات، تبادل الخبرات عسكريا، تبادل الفلاحة مثلا.